مشجع من جمهور نادي الزمالك غير قاعد مرعوب وعارف ان النادي الاهلي هيسجل واحد واثنين وثلاثه واربعه، هيسجل 4 اهداف. بالفعل النادي الاهلي سجل الاول والثاني والثالث واتظلم في ركلتين جزاء. اللي هيتكلم شوف بقى الهدف ده قبل ما نتكلم على ركلات الجزاء واللقطات الجدليه، وقبل ما نتكلم عن اي شيء في هذه المباراه من يستحق يرتدي قميص النادي الاهلي ومن اللي لازم يرحل من النادي الاهلي، تعال اما نشوف الهدف ده. مل عينك بهدف مروان عطيه اللي فعلا يستحق كل جنيه بياخده، كل جنيه بيقبضه مروان عطيه ويستحقه. لاعب بيلعب بضمير، ابرز لاعب في هذه المباراه بالنسبه لي مروان عطيه يستحق جائزه رجل المباراه. لاعب بيلعب بروح وجرينتد وشخصيه النادي الاهلي، وبيلعب باصرار وعزيمه وحب لتيشيرت النادي الاهلي. هدف صاروخ عالمي، انا بقعد اتفرج عليه بعيده، انا اتفرجت عليه 10 مرات لغايه دلوقتي، 10 مرات. سبت المباراه انت تتفرج على هدف خرافي يخليك تستمتع وانت بتتفرج عليه. هدف فارق في هذه المباراه بالمناسبه. النادي الاهلي اللي هيجي بقى يقول لك الاهلي الجامل وركله جزاء بن شرقي كانت من الهوا، عايز اقول لك ان كان في بالمناسبه كوع، في خبطه كده من ورا، لو عدت من زاويه ثانيه كده كانت واضحه. في حكام بيحسبوها بالمناسبه، في حكام بيحسبوا حاجه زي كده وفي حكام ما بيحسبوش حاجات زي كده، ولكن انا مع الحكام اللي بيحسبوا اللقطات دي. هي فعلا ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش، ولكن تتحسب عادي مع حكام عليها. واكد ركله جزاء، والاهلي لو هتتكلم على اللقطه الاهلي ركلتين جزاء ما اتحسبوش زي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم. اول لقطه اهي ركله جزاء واضحه، لمسه يد، والثانيه لمسه يد. يعني ما حدش يكلمني، ما حدش يقول لي الاهلي اتجامل، الاهلي ما كسبش بالتحكيم. شويه معاناه هنتكلم عليها طبعا في الخط الدفاعي والكلام ده كله. تعال بقى شوف الهدف الثالث، صاحب القضيه بيفكرني بقضيه نادي الزمالك، قضيه 2020. وشوف بقى كعب من جديده، ايه الخرافه دي، ايه الجمال ده يا ابن المغرب. شوف الكعب ده مل عينك، هدف عالمي خرافي واسيست اكثر من رائع، اسيست يخليك تستمتع وانت بتتفرج على هذه المباراه. فعلا مباراه ممتعه. النادي الاهلي بيحصد 3 نقاط في اول مباراه في الدوري. ما هو مش هقول لك بشكل انفس، هو احنا اللي عملنا في نفسنا كده. هدفين غير طبعا ركله الجزاء اللي اهدروها. عندنا خط الدفاع كان شوارع، كان مضحك. ده خط الدفاع اللي احنا بنعده بقى لنا 5 ماتشات ومنهم مباراه برشلونه. الجرار مش عمرو الجزار، ده جرار. في ايه يا جزار؟ خيبت ظن بيك يا جزار. ايه ده؟ مفيش تفاهم ما بينك وبين هادي رياض، مفيش اي انسجام، مفيش اي تفاهم ولا تعاون. الهدف الاول سجله شاليه انبي، ايه ده؟ مصطفى شوبير، مش هعاتب مصطفى شوبير مع ان الكوره كانت في ايده، ولكن اللاعب بيسدد بكل اريحيه، لان مفيش خط دفاع، مفيش دفاع اصلا. والهدف الثاني ركله الجزاء اللي لبسها كريم فؤاد، فين الدفاع برضه؟ الدفاع فين في اللقطه دي؟ كريم فؤاد لقى نفسه بيعمل تاكلينج غصب عنه، مش عاجبه برضه، خط الدفاع يسال عنها، مفيش تفاهم، مفيش انسجام. والهدف الثالث او الهدف الثاني للشرقيه انبي، يعني ازاي اللاعب قدر يسجل هدف ويعمل على طريقه تريزيجيه ار2 بكل سهوله بكل اريحيه، مفيش ضغط. ازاي؟ ما هو ده يدل ان مفيش دفاع، خط دفاع شوربه، خط دفاع شوارع، خط دفاع ما ينفعش المركز شباب. بس كويس ان انت قدرت تحصد 3 نقاط في ظل هذا السيناريو الصعب. المباراه كانت ممكن تتعقد لو الشرقيه انبي قدرت تدافع بشكل جيد، لو النادي الاهلي ما كانش ضغط في الشوط الثاني وبالتالي